السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. الفيديو بتاعنا النهاردة هندخل في مطبخنا مع بعض ونعمل غدا. أفكار كده للصيف بقى والحر، احنا مش بنحب ندخل المطبخ كتير ونقف فيه كتير، فهنعمل غدا خفيف كده وكمان مغذي. بس في الأول أتمنى إن انت لو شفتي قناتي أو أول مرة تشوفيها وتدخلي عندي تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. الغدا بتاعنا النهارده ان شاء الله هيكون كبده بالرده، بس انا هعملها بطريقه كده في الاخر احط عليها تركه كده تودي لك الكبده في حته تانية خالص، تخلي لك طعمها جميل قوي زي المطاعم بالظبط. انا عندي هنا كيلو كبده، طبعا انا غسلاه كويس. في ناس ما بتحبش تغسل الكبده، بس بصراحه لا، انا بغسلها بشطفها تشطيفه خفيفه كده بس. بعملها شويه طحينه كده عشان لو فيها اي ريحه زفاره او حاجه وتطلع منها وتكون حلوه. بس في ناس كتير ما بتقول الكبده ما تتغسلش، دي حاجه ترجع لك انت طبعا. المهم التتبيله عندي، انا عندي عصير ليمونتين، عليهم معلقه خل، عليهم شويه من الملح، شويه من الفلفل الاسود، شويه من الكزبره، شويه من الكمون، شويه من الثوم البودر والبصل البودر، ده على حسب تقديرك انت، بس انا حاطه من كل حاجه نص معلقه. تمام، دي التتبيله بتاعتها، ما تحطيش اكتر من كده. طبعا انت ممكن تستغني عن الثوم البودر والبصل البودر بحاجه فريش، بس انا بحب احطهم بودر علشان طبعا الكبده بتتحمر في زيت فما يكونش فيها اي حاجات تتحرق. يعني الثوم هيكون سهل قوي ان هو يتحرق في التحمير بتاعها كده يعني، فيغير طعمها يقلب على مراره. انا عندي الكبده كده الجزار مقطعها شرايح، بس هي الشرايح بتاعتها كبيره شويه، فانا يعني هصغرها شويه. انا عايزاها شرايح تكون صغيره وكمان ما تكونش رقيقه قوي، يعني تكون سميكه شويه. يعني دي رقيقه، انت لو عملتها سميكه شويه عن كده هتكون احسن طبعا. اقطعها كده قطع صغيره على حسب اللي انا عاوزاه، وباخدها على طول احطها في التتبيله بتاعتي. التتبيله تاني عباره عن ليمون، خل، ليمونتين ومعلقه خل، عليهم نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه ملح، نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره، نص معلقه سبع بهارات، نص معلقه توم باودر، ونص معلقه بصل باودر. انا عندي هنا الرده بتجيبيها من اي فرن او من اي واحد بيبيع اللي هو البقوليات. انا جايباها من عند البقوليات، الكيلو ب20 جنيه. الكيلو طبعا بيكون كتير قوي. هحط عليه معلقه نشا. دي نشا يا جماعه بتخلي الكبده مقرمشه كده من بره وطريه من جوه، وفي نفس الوقت بتحافظ على لون الرده. وكمان بضيف عليها معلقتين دقيق علشان احافظ على لون الرده، ما يخليهاش لونها يتحرق بسرعه، لان الرده معروف ان هي بتتحرق بسرعه. فده هيساعد شويه انها تكون لونها ذهبي وما تتحرقش. هحط عليهم شويه ملح كده، ممكن تحط عليهم بهارات كمان لو انت حابه. هاخدها بقى احطها كده، احط الكبده فيها واضغط عليها بالشكل ده. النشا بيساعد ان الرده تلزق في الكبده فما تطلعش في الزيت. هعملها كده كلها بنفس الشكل ده. انا هفصل بس عمل الاذان يخلص وارجع لكم تاني. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد. خلاص يا جماعة، انا كده بتبلها اهي زي ما انتم شايفين. انا طبعا بعمل الكمية كلها، بس اهم حاجة ان انت تضغطي عليها عشان تمسك فيها كويس. بخلصها كلها كده على صينية، وبحط زيت يسخن على النار، بس مش بخليه يسخن قوي، يعني مجرد ان هو يسخن بوطي عليه. تمام، يعني تكون النار متوسطه كده واحطها. انا خلاص خلصتها كلها اهي. وكمان يا ريت من باب التوفير بقى ان انت تحطي كميه الرده على قد اللي انت هتستخدميه بالظبط. تمام، انا عندي الطاسه بتاعه التحمير احط فيها الزيت على نار عاليه لحد لما يسخن، وبعد كده ههدي عليه النار شويه وانزل بالكبده. ما انزلش فيها وهي زيت سخن قوي عشان طبعا ما تتحرقش مني. نزنقيها كده لانها لما بتنزل في زيت بتكش. وطبعا مع التقليب كل شويه اقلبها اجيبها يمين وشمال، يعني اخد بالي منها علشان تستوي من الجنبين. وهي ما بتاخدش نار كتير، الكبده معروف ان هي ما بتاخدش نار كتير علشان ما تشدش معاكي. بخرجها كده على منديل ورق تمتص الزيت كله، لحد طبعا لما اخلص الكميه كلها. في الوقت ده طبعا بقى انا مش بكون واقفه جنبها يعني احرسها ولا كده، لا، انا هعمل معاكم شويه سلطه. انا الكبده بتاعتنا دي ممكن تاكلها مع مكرونه وممكن تاكلها بعيش، دي حاجه ترجع لك انت تعملها سندوتشات. فانا هعمل النهارده سلطه بالدقه كده، من يعني بجيب كده كام حبات طماطم واقطعهم شرايح. انا عندي هنا فلفل، اللي هو الفلفل اللي هو زي هريسه الشطه، بس ده فلفل فلفل بارد. تمام، انت بتحطي الفلفل اللي انت حباه. وكمان عندي الثوم هنا، ده انا الفلفل ده مفرزاه في التلاجة، بفرمه كده في الكبه. واحط عليه شويه بسيطه قوي من الملح وشويه عصير ليمونتين كده،
واحطهم في التلاجة في الفريزر قصدي، مع شويه زيت بينفعوني بقى في دقه بتنجان، دقه سمك، ملوخيه، بس طبعا ده عليه ليمون، مش بحطه على الملوخيه، بخليه بقى على الحاجات دي كده. انا عندي هنا الطماطم قطعتها شرايح زي ما انتم شايفين كده، وبحط عليها الفلفل. انا حطيت على الفلفل ده شويه توم كمان وشويه خل، وبعصر عليها ليمون تاني لو عندك. بصي بتحطي البهارات اللي انت حباها. بتقطعي بقى الطماطم حلقات، وبتحطي طبقات من الفلفل اللي انت عاملاه ده، وطبقات من الطماطم، بيكون طعمها جميل قوي، خصوصا بقى جنب الكبده والسمك والحاجات دي. هعمل بقى معاكم هنا التركه اللي انا قلت لكم عليها في الاول، اللي بتخلي الكبده بتوديها في حته تانية خالص. انا هجيب طاسه احط فيها شويه زيت صغيرين، واحمر فيها فصين توم مع شويه ملح وشويه كزبره لحد لما ياخدوا اللون الذهبي كده، وانزل عليهم بشويه خل، حاجه كده زي فتة الخل والثوم بتاعه الفته لو تعرفوها. فتة الثوم اللي احنا بنعمله لفتة الخل والثوم. انا عندي هنا خلاص الكبده خلصتها، وعندي اللي هي الخل والثوم. هجيب بقى صينيه تانية كده احط عليها كبده، برش الاول كده شويه خضار بقدونس على شبت، وارص الكبده عليها، وارش بقى رشه خفيفه كده من الثوم على الخل على الكزبره على الملح اللي عملتهم معاكم. طبقات كده، طبقات كبده وطبقات من الدقه ديت. انا شفتها في مطعم بصراحه عجبتني قوي، فحبيت ان انا اعملها في البيت، بس بصراحه بتودي الكبده في حته تانية خالص، بتخلي طعمها جميل قوي. وعلى الوش كده شويه زواق كده بالخضره الشبت والبقدونس، وادي السلطه الدقه اللي قلت لكم عليها اللي احنا عملناها مع بعض.